كاليفو روح تربح تقويل خسارة، جيت كاليفو روح تربح تقويل خسارة. المزيان نودان القبائل أو فريق شبيبة القبائل الجزائري سمي أيضا بفريق الكناري نسبة لألوان الفريق الرسمية الأخضر والأصفر، كما هو الحال مع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وكذا فريق نونت الفرنسي لروعة وقيمة هذا الاسم. كما اشتهر أيضا باسم الجياسكا، فعقبت على النادي العديد من الأسماء كالنادي الكوكبي وجمعية إلكترونيك تيزي وزو، إلى أن استقر به الأمر إلى يومنا هذا عام 89 على اسم الشبيبة القبائل. فبعد أن عانى الفريق الأمرين من شبح الحقبة الاستعمارية، تمكن بعد جهد عسير من الظهور للنور في 13 من أكتوبر عام 46، ويتخذ من ملعب أول نوفمبر 54 بتيزي وزو ملعبا رئيسيا للفريق، أين يستقبل خصومه في الدور إذ يتسع 22 ألف متفرج. وصنف من أوائل الملاعب الكبرى في إفريقيا التي تستخدم العشب الصناعي. كما يلجأ الفريق لملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية لاستقبال منافسيه، خصوصا فيما يتعلق بالمسابقات القارية، حيث تتسع مدرجات ملعب هذا الأخير للأعداد الهائلة من الجماهير الغفيرة للكناري. يعد فريق شبيبة القبائل أحد أعرق وأشهر الفرق الجزائرية المعروفين برهانهم المعتاد على الأوسمة المحلية وكذا القارية، حيث تربع على عرش البطولة الجزائرية 14 مرة، ليكون بذلك أكبر فريق جزائري متوج بدرع البطولة، متفوقا بفارق 7 ألقاب على أقرب ملاحقه مولودية الجزائر، وكان وصيفا لها 10 مرات آخرها السنة الماضية، ليكون بذلك زعيم الأندية الجزائرية بامتياز. وكانت أولى الألقاب التاريخية للشبيبة عام 73 قبل 4 سنوات من صعوده لحظيرة الكبار عام 69، لتكون سنة 2008 كآخر بطولة يتوج بها الفريق. وعزز ألقابه المحلية ب5 كؤوس للجمهورية حين استهل مشوار ألقاب هذه الكأس عام 77، فيما كانت آخر كأس توجت بها الشبيبة عام 2011، كما كانت وصيفة لهذه الكأس 4 مرات آخرها العام المنصرم. وفي إنجاز فريد من نوعه يحسب على فريق شبيبة القبائل كونه هو الفريق الوحيد في الجزائر الذي لم ينزل للقسم الثاني بعد أن ترسم سقوط فريق مولودية وهران. إلى جانب هذا الكم الهائل من الألقاب المحلية، استطاع فريق شبيبة القبائل صنع اسمه في سماء الكرة الإفريقية، متوجا ب6 ألقاب إفريقية، حيث تجلت أولى مشاركته عام 78 حين وصل للدور الربع النهائي من منافسة كأس الأندية الإفريقية البطلة بالدور بمسماها القديم، ودور أبطال إفريقيا بالمسمى الحديث، حين أوقف فريق فيتا كلوب الكونغولي زحف فريق الشبيبة. وبعد سنة من تتويجه بالبطولة الخامسة في تاريخه، وبالضبط سنة 81، تذوق الفريق طعم الفوز بأول تتويج قاري للشبيبة، حيث ضم الفريق المتوج آنذاك الخبير محي الدين خالف وكذا الماهر علي فرقاني، وللمفارقة تغلبت هذه الأخيرة على نفس الفريق الكونغولي الذي سبق أن أقصاه قبل 3 مواسم، ليكون اللقب الثاني للكناري في نفس المسابقة عام 1990. وكانت ضحية هذه المرة فريق الشياطين الحمر الزامبي، لتكمل الشبيبة تألقها القاري بفوزها عام 95 بكأس الكؤوس الإفريقية. وفي غضون الألفية الثالثة وفي إنجاز رائع، تمكن فريق شبيبة القبائل من تعزيز هيمنته الإفريقية عندما توج بالهاتريك في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، ليكون بذلك أول فريق إفريقي يتوج ب3 ألقاب متتالية. ومر على تاريخ الشبيبة جملة من خيرة اللاعبين، ولعل أبرز ما اتفق عليه الكثيرون ممن صنعوا ورفعوا راية الشبيبة عاليا
نذكر منهم القائد المحنك وصانع الألعاب علي فرقاني، والأسطورة ناصر بويش الذي يعتبر الهداف التاريخي لكل الأوقات للشبيبة وللدور الجزائري بمجموع 36 هدفا لم يحطم هذا الرقم القياسي لغاية اليوم. وكذا جمال مناد الذي يعد من أفضل مهاجمي الشبيبة في فترة الثمانينات وبداية التسعينات، والمدافع رشيد أدغيغ الذي تميز بأناقته العالية وأدائه المتميز وهدوئه العالي، دون أن ننسى موسى صايب الذي ناقش اسمه من ذهب في خانة أفضل لاعبي الشبيبة، والحارس المتألق لوناس القووي وحارس عرين المنتخب الجزائري، وكذا محي الدين مفتاح أحد أحسن لاعبي الارتكاز في الشبيبة والجزائر، وحكيم مدان صاحب المراوغات السحرية رغم قصر قامته، إلى جانب علي بن لحسن الذي قيل عنه أنه موهوب بالفطرة بفضل اختراقاته الرائعة على الجهة اليمنى التي طالما يحبذها، زيادة على الحارس مراد عمارة الذي يعد أفضل حراس شبيبة القبائل في تاريخها وأحد أعمدتها في عصرها الذهبي في فترة الثمانينات. احتل فريق شبيبة القبائل مكانة خاصة في قلوب البرابرة في الجزائر وكذا في جميع ربوع الوطن، لطالما أدخل الفرحة كثيرا في قلوب الشعب الجزائري بفضل تتويجاته العادية محليا وقاريا، حين استطاع رفع علم الجزائر عاليا وتشريفه في مختلف المسابقات والمحافل الرياضية، ويعتبر كذلك أفضل نادي جزائري في القرن العشرين ورابع أفضل نادي إفريقي حسب ترتيب الفيفا. يا شيخ محمد